احنا هندي التطعيم ودي هتبقى الاسلحه بتاعتنا. يلا بقى نخش في الاسلحه واقول لكم هتعملوا ايه. في حاجه شائعه جدا ان اللزقه بتاعت التيمبو دي بتستخدم وبعد كده بترميها. لا، لو حصل للطفل اي رد فعل غير اللي انا قلت لك عليه ده لازم تستشيري الدكتور بتاعك. وهنفضل باللبس القطن ده يومين. المنقذه وهي فعلا اللي نفعتني جدا جدا في التطعيم ده، المعلومه دي انا واخداها من دكتور مش انا اللي مؤلفاها. ها ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده انا جايه لكم في التطعيمات. انا النهارده اديت تطعيم الشهرين والموضوع كان صعب جدا جدا بطريقه مش طبيعيه. التطعيم كان صعب جدا وسخن وعمل بص رد فعل مش قادره اقول لكم على حق. بالنسبه لتطعيم الشهرين بيكون عباره عن حقنتين بيتاخدوا في الرجلين وفي نقط في الفم اللي هي نقط شلل الاطفال. الحقنتين اللي في الرجلين دي في واحده منهم بنت لذينه، عايزه اقول لكم ان هي بتسخن وان هي الرجل بتحمر وبتورم. هي بتقولك هناك ادهني هيموكلار واعملي وسوي، بس انا ما كنتش متخيله السرعه الفائقه دي. انا مجرد ما وصلت البيت، يعني انا الطريق بس وصلت البيت لقيت الرجل احمرت وورمت وسخونيه وبتاع وعياط بقى بشكل هستيري. فقلت اقول لكم تعملوا ايه لو حصل معاكم كده. طبعا مش كل الاطفال زي بعضها، في اطفال رد الفعل بتاعها اقل شويه او المص ما بيكونش شديد قوي عليهم، في اطفال ما بتعملش رد فعل خالص. وده على فكره مش صح انه ما يعملش نهائي، ده معناه ان جسمه ما تفاعلش مع الفيروس اللي هو خده. لاني طبعا التطعيم انتوا عارفين ان ده الفيروس نفسه بتاع المرض ولكن بشكل مخفف عشان الجسم يقاومه. لكن في اطفال بتجيلها اعراض بسيطه، سخونيه بسيطه، احمرار بسيط، مش الاوفر قوي او الصريخ والعياط الاوفر قوي. سواء بقى قوي او ضعيف تعالى اقول لكم تعملوا ايه. اول حاجه قبل ما تروحي عقمي رجله. ليه عقميها؟ عشان خاطر هم احيانا وكتير قوي ما بيعقموش مكان الحقن اللي هم يعملوها. فانتي هتعقمي وتلبسيه بنطلون قطن. لازم بنطلون قطن عشان اي حاجه فيها بوليستر او حاجه مثلا في الشتاء قطيفه او حاجه زي كده هتحسس الموضوع اكتر، وهو هيبقى المكان ملتهب اصلا بالنسبه له، فالاحتكاك بحاجه قطن هيكون افضل بكتير من الاحتكاك بماتيريال تاني. وهنفضل باللبس القطن ده يومين، حتى لو الجو شتاء وهتلبسيه من بره سلويتات قطيفه هتلبسيه من تحت بنطلون قطن. الستال لو تقدري تديهوله قبل ما تروحي، يعني احنا نلحق قبل، لانه بياخد له نص ساعه ساعه لما يشتغل. لو تديهوله قبل ما تروحي يبقى تمام قوي. والستال هتديله كل 4 ساعات النقط ضعف الوزن، هما بيوزنوه هناك. يعني مثلا لو لقيتيه 4 كيلو هتديله من 8 ل 10 نقط، 5 كيلو من 10 ل 12 نقطه. هتديهوله كل 4 ساعات او 6 ساعات. انا بالنسبه لي كنت بدي كل 4 لانه كان بيسخن كل 4. المنقذه وهي فعلا اللي نفعتني جدا جدا في التطعيم ده. انا عموما لزقات التيمبو دي ما بعترفش بيها في الحراره لاني بحس انها ما بتنزلش الحراره، لكن في الحقنه دي لما كانت مورمه الرجل وفي احمرار وسخونيه في الرجل مكان الحقنه هدته جدا. يعني اما حطيتها للبيبي بدا يهدى، العياط قل لاني امتصت الحراره وقللت الوجع. انتي نفسك كبيره لو اي حاجه بتوجعك وحطيتي عليها حاجه ساقعه من التلاجة ممكن ما تحسيش بالالم قوي. فعلا نفعتني جدا، مش كتنزيل حراره، ان هي قللت الالم جامد جدا. ودي اللي بدات بيها اول ما بدا الاحمرار. في حاجه شائعه جدا ان اللزقه بتاعت التيمبو دي بتستخدم وبعد كده بترميها. لا، ما ترميهاش. اللزقه دي ممكن تقعد معاكي يومين و3. الكيس ده بيكون ب15 جنيه، جواه 2 من دي. انتي هتفتحيها هتشيلي اللزقه دي وهتلزقيها للبيبي وهتبدلي بقى تبقى التانية في التلاجة. بعد كده تودي دي التلاجة وتحطي عليها اللزقه تاني وترجعيها تاني في الكيس وتاخدي التانية. يومين تقدري تستخدميها كل 4 ساعات كل 6 ساعات. اول ما تحسي ان هي ما بقتش ساقعه ومش ملطفه على البيبي بتبداي تبدلي وتعملي كده اهو. مش لازم ان انت تستخدميها وترميها على طول، لا، ممكن تستخدميها اكتر من مره. المعلومه دي انا واخداها من دكتور مش انا اللي مؤلفاها. ها في الاول بدات باللزقه التيمبو نفعتني جدا. بعد كده حطيت اللي هو الهيموكلار. الهيموكلار ده ب23. هاتيه برده وانت راجعه في الطريق او قبل ما تروحي، مهم جدا. بس انا بدات بدي بصراحه لان العياط كان جامد قوي، فدي اللي هدته في الاول. وبعد كده لما الموضوع بيهدى بدات احط اللي هو الهيموكلار. مش لازم تعملي كمادات على الرجل، بس كل ما هتاخديها تشطفيه مثلا من الحفاضه ممكن تغسلي له رجله كده بميه فتره. لو احنا في الشتاء هتغسلي بميه فتره درجه حرارتها 36 37، ولو احنا في الصيف ممكن تستخدمي ميه من الحنفيه عادي. بس في الشتاء طبعا بيبقى في فرق في درجات الحراره جامد، فتستخدمي ميه فتره افضل. استكمالا للقرف ان هو ممكن يبقى تعبان كمان، ان بطنه وجعاه، فما تنسيش تديله علاج المغص، وكمان تسلكي له نوز لو مضايقاه او مخنفر عشان هو اصلا بيكون مش طايق نفسه بسبب التطعيم، فما نبقاش احنا والزمن عليه. في بعض الاطفال لما بتاخد التطعيم بيحصل لها تحسس فبتحتاج دواء حساسيه، بس ده انت ما بتدوهوش من نفسك، ده لو الطفل حصل له اي تحسس او حاجه غريبه غير الحاجات اللي انا قلت لك عليها. هو الطبيعي ان الرجل بتحمر شويه، بتورم شويه،
وفي حراره وبيبقى في عياط طبعا اوفر. لكن لو حصل اي رد فعل تاني للجسم لازم تكلمي الدكتور، وغالبا هيصرف لك علاج حساسيه. لو حصل للطفل اي رد فعل غير اللي انا قلت لك عليه ده لازم تستشيري الدكتور بتاعك، سواء هيديكي علاج حساسيه او هيبص على البيبي او ممكن يمنعه ان ياخد الجرعه الثانيه من المصل اللي عمل له المشكله. لان في اطفال في مصل بيتعبها جدا زياده عن اللزوم، ممكن يعمل تشنج في الرجل وممكن يحصل حاجات كتير جدا. فخدوا بالكم من الموضوع دوت وركزوا في التفاصيل. لبسي البيبي في الوقت بتاع التطعيم ده لبس يكون واسع ومريح، عشان خاطر هو اصلا بيكونش طايق نفسه، فمش كمان بقى هيبقى لبس ضيق ورجله بتبقى وارمه وكده فبيبقى مخنوق. ما تقليش في اللبس خالص. اي طفل عموما سخن حتى لو مش من التطعيم مش مستحب ان انت تقلي له في اللبس، عشان كده هتعلي درجه الحراره اكتر. تلبسيه قطن خفيف في الشتاء، لبسيه قطن داخلي وحطي له بس سلوبات اتقل شويه من بره، لكن بلاش بقى اللفات والبطانيات دي عشان خاطر الحراره ما تعلاش اكتر. قبل ما تدخلي عشان تديله التطعيم ما تكونيش مرضعاه، عشان نقط شلل الاطفال اللي هو بياخدها في بقه بتفضيله كده كبسوله كده في بقه. ما يكونش رادع الافضل او رادع بسيط، عشان خاطر لو هو رادع وحطيتي له حاجه زي كده ممكن يقشط وممكن يرجع وممكن يحصل اي حاجه، فيفضل ما يكونش رادع. طبعا انت محتاجه حد يساعدك، يعني انت شوفي لك اليوم كده. لا بصي ممكن الطفل ما يحصلوش اعراض جامده، بس احنا خلينا مع الاحتمال الاسوأ ويبقى في حد معاك يساعدك، عشان خاطر لو الطفل الحمد لله عدت بسلام يبقى نبوس ايدينا وشه وظهر. الموضوع زاد بقى يبقى في حد معانا نبدل كده، ده يشيل شويه وده يشيل شويه كده. يعني المشاركه في الحاجات دي حلوه. حاولي بقى ما تلمسيهاش ما تشديهاش وانتي بتغيري البامبرز، ما تقوميش شداه من رجله كده. حاولي تكوني رقيقه شويه معاه. حاجه مهمه جدا جدا وانتي رايحه تدي تطعيم الشهرين، لو انتي ناويه تدي اي تطعيم اضافي لازم تدي في الوقت دوت تسالي، سواء هتديهوله قبل تطعيم الصحه او بعد التطعيم بتاع الصحه. فلازم تبقي عارفه هتعملي ايه لو انتي هتدي تطعيم اضافي. من اهم تطعيمين وهو عنده شهرين هو تطعيم الروتا والمكورات الرئويه. التطعيمين دول اهم اتنين. الروتا سعره تقريبا 500 جنيه بيتاخد جرعتين، الجرعه ب500. والمكورات الرئويه نفس الكلام، بيبقى جرعتين ب450 جنيه للجرعه. بياخدها برضو عند شهرين وعند 4، وفي احيانا بيدوا جرعه معززه عند السنه. والروتا برضو جرعتين او 3 حسب نوع المصل اللي انت هتديهوله. ايا كان لو انت هتديه اي تطعيم اضافي لازم تبداي من الشهرين بالتطعيمات دي، ما تجيش بعد ما يكبر وتقولي يا ريتني اديته او عملت له. دول اهم 2 لو انت ناويه تديهم. الروتا عشان ما يزودش من النزلات المعويه، الطفل عادي ممكن يجيله نزله معويه ولكن ما تتطورش الى حد قوي، هتجيله بسيطه اذا جاتله. والمكورات الرئويه ده بيحمي الطفل من اي دور برد يقلب بالتهاب رئوي او يقلب باي مشكله في الصدر عموما. وكتير للاطفال للاسف بيقلب معاها دور البرد بالالتهاب الرئوي. وبكده يكون خلص معاكم الفيديو ده، ويا رب اكون افدتكم في الفيديو دوت. ولو اي حد حصل معاه اي حاجه يكتب لنا في الكومنتات، ومنشن لاي حد بقى عنده تطعيم عشان يعرف يعمل ايه. باي.